النهارده يا جماعه معانا تيم اسيوط، معانا كابتن اسراء. نشوف كابتن اسراء اللي خلاكي تتعلمي سكيت. تشوفهم يعني وكان اشوف حاجه يعني رهيبه كذا ايوه انا من السودان وفي السعوديه وجايه اسيوط ادرس وشفت الناس دول فحبيت الموضوع. دي لفه كبيره قوي يعني، انت واخداها سفريات. ايوه لفت الكون حرفيا. ودي يا رهف، انت ايه اللي خلاكي تلعبي سكيت؟ كانت رياضة جديدة موجودة عندنا وحبيت أجربها كده وحبيتها. قولي لنا يا شدوى، انت ايه اللي خلاكي تلعبي سكيت؟ انا عجبني وماما كانت برضه عجبها الفكره فقالت لي انزلي معاها سكيت. كانت مجرد بس ان هي كانت شكلها حلو وكنت عايز تلعبيها؟ واهلي كانوا بيدعمونا وكده. طب ده حاجه كويسه جدا. انا اعرف ان اهلي ما بيحبوش اصلا السكيت ده، كانوا بيقولوا عليه بيموت وحاجات كده. قول لي يا عمر، انت ايه اللي خلاك تلعب سكيت؟ انا بدات ايس سكيتنج. تمام. جيت اسيوط كان لسه يا دوبك في 3 مثلا نزلوا. نزلت لقيتهم بيلفوا في الشوارع والكلام ده، وجربت الموضوع. كنت الاول باخده تسليه، بعد كده الموضوع دخل معايا في ان انا خلاص ادمنت السكيتنج. مش ادمنت؟ قادر ابطله بجد. طيب هو فعلا ادمان، هو الحاجات اللي هي يعني ممتعه جدا وبتخلي الواحد يبقى عنده ادرينالين عالي كده. قول لي يا كابتن عبد الرحمن، ايه اللي خلاك تلعب سكيت؟ حاجه كانت في دماغي من وانا صغير، وبعد كده لما شفت في ناس بتلعب فعلا قلت خلاص يلا بينا. كابتن فرغالي، ايه اللي خلاك تلعب سكيت؟ انا في الاول كنت بحب انزل كروز بالعجله وكده، لقيت حاجه مثلا مشابهه ليها بس اسرع واحلى يعني وكده، ومن زمان كنت بشوفهم في الشوارع وكده فقلت اجرب العب معاهم كده ونزلت. هي حاجه من الحاجات فعلا انك انت ممكن تحطها في الشنطه في اي وقت، ممكن تنزل بيها تتحرك في اي حته، يعني ما يبقاش فيها معاك عجله كبيره مثلا تلاقي نفسك قاعد بتلف حوالين نفسك. تنفعني مثلا في المشاوير برضو وكل حاجه، دي حقيقة ممتعه خالص. دي حقيقة. قول لي يا اسامه، ايه اللي خلاك تلعب السكيت؟ والله انا زمان شفت الناس في المجمع ايام 2013 2017 والجامعه، ابتديت اخش بقى السكيت. لما لقيت السكيت بقى حاسس ان انا في حر طاير، ابتديت اندمج في اللعبه وحبيتها بقى. احمد يا فاروق، ايه اللي خلاك تلعب سكيت؟ احساس بالحريه. محمد، ايه اللي خلاك تمارس رياضه السكيت؟ حبيت السكيت. قبل ما تحب السكيت اكيد انت شفت السكيت في حاجه، يعني ما انت اكيد ما حبيتش تجيبها كده. بجد بجد والله. انا والله دي حاجه جميله جدا والله، دي حاجه شرف ليا والله. قول لي يا كابتن ميدو، ايه اللي خلاك تمارس رياضه السكيت عامه؟ المتعة، كان شوية من الخطورة، من المخاطرة. ما بحبش ألعب حاجة ممكن شايفها بالنسبة لي سهلة.